خلوا بالكم، اوعوا تضربوا أولادكم بحجة إنكم بتأدبوهم. اوعوا تقللوا منهم وبلاش تكسروهم. الضرب عمره ما كان تأديب. الضرب هيخلي الأولاد مرضى نفسيين، هيغضبوا من أقل حاجة، هيكونوا عناديين وعدوانيين، وهيتعلقوا بالناس بسرعة وهيصدقوا كل كلمة بيقولوها. هيقووا على الضعيف وهيخافوا من القوي، هيفقدوا الثقة بنفسهم، عمرهم ما هيقدروا يواجهوا مصاعب الحياة، هيكونوا ملطشة ومش هيعرفوا ياخدوا حقهم. دايما هيكون جواهم شك في كل حاجة حواليهم، هيحسوا بالكآبة والحزن. وفي الآخر ابنك هيكون مدمن أو بلطجي، وبنتك هتكون بنت ليل. شفت بقى الضرب هيوصل لإيه؟ فاوعوا تخلوا أولادكم يخافوا منكم، علشان في الآخر النتيجة مؤذية ليكم وليهم. الحل في إيديكم، حافظوا على أولادكم وكفاية مرضى نفسيين.